أحلى جهاد روحي يعمل الإنسان إن هو يجاهد في حب ربنا، يجتهد إزاي تزيد علاقة المحبة بينه وبين ربنا. تزيد إزاي دي؟ تزيد إزاي؟ بالقعاد الكتير مع ربنا. كل ما الواحد فينا قعد مع ربنا كتير واتكلم كتير وفضفض كتير، قريت كتير قوي لقديسين كتار قوي قالوا عبارة عجيبة جدا. قالوا كان صوت ربنا دايما لينا، سواء عن طريق روح الله القدوس أو الضمير أو الجريات الروحية أو ملاك كلمهم أو رؤية، أيا مكان، إن ربنا وصاهم قال لهم إيه؟ اقعدوا معايا وحكوا معايا وفضفضوا معايا بكل حاجة. قالوا ربنا إيه؟ طب ما أنت يا رب عارف كل حاجة. قال لهم لا، بس أنا عايز أسمع منكم، أنا عايزكم تحكوا لي كل حاجة، احكوا لي وفضفضوا معايا، كلموني على اليوم بتاعكم أول بأول. عارف لما تكون أم حنونة كده وأولادها بيحبوها وبتحب أولادهم، يرجع الأولاد من المدرسة لماما أو لبابا كمان، يا بابا احنا حصل معانا كذا ورحنا النهاردة المدرسة، يا دوبك احنا دخلنا والطابور بدأ وحصل كذا، وبعد كده خدنا الحصة الأولى كذا. انتوا تفتكروا الأب والأم بيزهقوا؟ أبدا، ده بيفرحوا. وربما يكون الأب عارف الكلام دواتي، بس احكي لي انت. عارف لما بابا كان يقول لك زمان ايه؟ انا عارف بس انا عايز اسمع منك انت، احكي لي انت يا بابا، انت عارف اللي يقول احكي لي انت. اصل بابا عايز يشوف عينيا في عينيه، بابا عايزني اتعود اتحكي معاه، بابا عايزني اتعود ان هو رقم واحد في حياتي، بابا عايز يعودني اقعد معاه عشان اتعلم منه كتير. عارف الواد الصغير ده اللي يقعد باباه النجار او باباه الصنايعي في صنعه معينه ويقعد معاه ويلقط منه، ربنا عايزنا نلقط منه القداسه والبر والطهاره والحب. هكذا جلس الأنبا بولا سنوات هذا عددها، وعاش مع ربنا وربنا عاش معاه. في الآخر ربنا زي ما قال القديس بولا الطموهي، كفاك تعبا يا حبيب بولا، أكيد قال بولا الكبير كفاك تعبا يا حبيبي بولا. تعالى